لو عايزين شعركم يبقى مترطب ورايق كده ومفيهوش اي رطوبة ومش عرقان مش متكسر، في اللمعة اللي احنا كلنا بنحبها وتقاوم كل بهدلة الصيف للشعر اذا كان حر عرق رطوبة، كمان لو احنا في مطلق في الشتاء. فاحب اقول لكم ان احنا هنحول الشعر بتاعنا تماما في الفيديو ده. كمان هقول لكم على شوية نصايح بجد هيفيدكم جدا ان انتوا تقللوا الهيشان وترطبوا شعركم بشكل مستمر اطول فترة. خلينا نبدأ في الفيديو دوت بأكتر خطوتين أنا ممتنة لكل حاجة عرفتني بيها. أول خطوة وهي حمام الزيت. أنا حمام الزيت عندي جزئين، واحد للجذور واحد للأطراف. بتاع الجذور أنا بشوف وقتها فروة راسي محتاجة ايه، هل هي عندها قشرة ولا هي مثلا شعري بيتساقط كتير ولا هي مش مترطبة جافة ولا خلاص تمام انا محتاجة ان انا اركز على ان انا املأ الفراغات. على حسب ما فروة الراس محتاجة انا بديها. الفترة دي عندي قشرة موسمية بسبب الصيف والعرق الكتير، فانا دايما بركز على اني اضيف زيوت مخصصة لعلاج القشرة في حمام الزيت بتاع الجذور. بالنسبة بقى للأطراف أنا ركزت جدا على الزيوت اللي بترطب الشعراية تغلفها ضد عوامل البيئة كلها. عشان نحط حمام الزيت بتاع الأطراف لازم نسلك شعرنا كويس جدا من الأطراف، نطلع سنة سنة لحد الجذور بشكل يكون متهندم. ده هيسهل علينا جدا في الشاور ان الشعر ما يقعش مننا اطلاقا، ودي خطوة مهمة بجد مهمة وهتفرق معاكم قبل ما تدخلوا الشاور. لو شعركم ليس سرحوه. ده الزيت اللي انا هستخدمه هو ميكس ما بين اويلز كتير، ممكن جوز هند ممكن سمسم ممكن زيتون ممكن كلهم على بعض. كل الاويلز ديت بتساعد على الترطيب وفي كمان غيرهم. اهم حاجة ان الزيت اللي احنا بنحطه يكون ناقل او مرطب، ما يبقاش اساسي عشان ما يعملش اريتيشن للشعرية نفسها. انا هنا كمان ساعات بزود زيوت عطرية زي اللافندر او النعناع بحيث ان هو يكون زيوت عطرية تدي ترطيب وفي نفس الوقت ريحة حلوة للشعراية، بس بيبقى نقط بسيطة يعني ما تكتروش. بوزعه على كل الشعر بالكمية اللي تحسوا ان شعركم اتشرب فيها كفاية، ما يبقاش مزيت ما يبقاش ملبك من كتر الزيت، بس يبقى اتشرب والزيوت انتشرت لكل حته. كمان بحط كمية قليلة على البيبي هير اللي من فوق. بصوا اصلا بداية الفيديو الشعر كان هايش ازاي ودلوقتي الشعر هدي لمجرد ان احنا حطينا عليه زيوت بتساعد على التجليف والترطيب زي جوز الهند والسمسم وكده. نيجي بقى بعد كده لمرحلة الانتظار. بلم وبحط عليه كيس بلاستيك او اي حاجة بلاستيك تحبس الحرارة، بعد كده فوطة مايكرو فايبر تسخن الدنيا. في الوقت ده اشربوا اي سموزي مفيد للشعر. قعدنا حبة وقت حلوين تقريبا ساعة ونص بالكتير قوي ساعتين. هنشيل بقى كل الكلام دوت الكيس بلاستيك والمايكرو فايبر. الخطوة دي مهمة قوي. ده عبارة عن حمام كريم وعليه جل الصبار، ممكن طبيعي او جاهز. انا طبيعي عند اختي برضو فاستخدمت الجاهز. هنوزع بقى ده كله لكل حتة موجودة في الشعر، مش هنسيب تنتوفة غير لما توصل لها حمام الكريم. ما تركزوش مع تعبيرات وشي، معرفش مالها هي زعلانة معرفش ليه. المهم ايه المرحلة دي او ايه اهميتها؟ هو ان حمام الكريم بيحبس ترطيب الزيت جوه الشعرايه، كانه بيدوس كده على الزيت ويدخله غصب عنه للمسام اللي موجوده جوه الشعرايه، حيث انها تتغلف بيه وتهدى اكتر وتترطب اكتر. كمان بتتقل، هتحسوها بايد اتقل كده. ملحوظه مهمه لازم تبقوا موزعينه على كل حته. انا مثلا عندي البيبي هير دايما بيبقى هايش، فباخد شويه من حمام الكريم وبحطه كده على سطح الشعر من فوق مش على الجذور. بهتم برضو بالاطراف لان هي بالنسبه لي مهمه جدا. نيجي لاهم خطوه بالنسبه لي وهي الخطوه اللي بتدخل كل دوت في كل حته وبتخلي الشعر يشرب كل دوت، وهو البرو كاب او الهيت كاب زي ما بنقول. هنحطه بس لمدة نص ساعة، وهنا كل حاجة الشعر هيستفيد منها، الزيوت اللي في الفروة، الزيوت اللي على الشعر، وحمام الكريم وكل حاجة. بعد النص ساعة بالظبط انا بروح اغسل شعري بالشامبو المحبس بالنسبة لي. انا الفترة دي مركزة على نيزابيكس اكتر علشان عندي قشرة. لو بتحبوا الماسكات الطبيعية زي تقدروا تعملوه في المرحلة دي وتشطفوه، بعد كده ترجعوا للسيشن الترطيب او زي ما بنقول كده التريتمنت بتاع الشعر. بجد اي حمام كريم شعركم بيحبه هنحتاج منه تقريبا كده 30 ملي او حاجه في الحدود دي. ميه فتره عاديه من الفلتر تكون نظيفه مش ساقعه مش سخنه، ما تكتروش الكميه زيي انا معرفش ايه الكميه دي كلها بصراحه. هنجيب بقى شعرنا وهنحطه بالجنب او مثلا بالقدام، يعني براحتكم الزاويه اللي تحسوا ان انتم مرتاحين فيها اعملوها. انا مثلا جبته على الجنب، حسيت ان الزاويه دي احسن لي لان انا لما بقلبه لقدام وانا لما برجع بقى بعد كده اسرحه
بيبقى كومبلكس قوي او متعقد قوي، فانا بحس ان اللي على الجنب كده احسن. براحتكم يعني، اعملوا الطريقه اللي تعجبكم. انا كنت اصلا صورته معاكم قبل كده مدته دقيقه، بس بجد محتاجه ان انا افهمه لكم اكتر لان انتوا مش فاهمينه. احنا بنعمل حمام الكريم على مرتين. المره الاولى بنوزع نص الكميه اللي هي تقريبا 15 جرام او 15 ملي على الشعر، نفضل ندخله ونمسج ونروح ونيجي، بجد كانه ان احنا ارجوك اتشربوا ارجوك اتشربوا. طبعا الشعر مبلول في الميه من الاول، غرقان بمعنى الكلمه في الميه. الخطوه دي بتخلي الشعر انسيابي ويفهم حمام الكريم ويستوعب هو ايه اللي بيتحط عليا ده، هو انا ينفع اشربه. بعد كده هننزله في الميه ونطلعه، ننزله في الميه لغايه لما السلوشن بتاع الميه يتحول. قصدي بايه يتحول؟ بدل ما كانت ميه نظيفه بقيت ميه مخلوطه بحمام الكريم، سهل الشعر يمتصها بسهوله. لو هو مستصعب حمام الكريم هيبقى مستسهل الميه اللي متدوب فيها حمام الكريم، فبدل ما يشرب ميه ساده لا هيشرب ميه ناعمه بحمام الكريم بتاعها. فاهمين قصدي؟ اللي هو كده كانه لو عطشان انا هشربك بس مش ميه بس، لا ميه فيها فيتامين ومواد تساعدك على الترطيب. بنفضل ننزل ونطلع ننزل ونطلع لحد ما بجد بنحس ان اصلا كفايه قوي يا جماعه على كده، وبجد شعرنا اترطب وحمام الكريم جاب افكت. وفي ناس فعلا بتكتفي لحد هنا، بس انا حسيت ان الخطوه اللي جايه بتزود الترطيب اكتر. وقبل ما بعملها بسلك شعري كويس جدا من الاطراف للجذور، ومن كتر ما بجد هو ناعم انتوا لو سلكتوه من الجذور هو برضو مش هيتساقط ومش هيتعقد، لان هو انسيابي وطري وناعم نعومه مش طبيعيه بجد بسبب السيشن دي. كملوا بقى السيشن بالمنظر دوت. اول ما هتسرحوا شعركم اصلا هتحسوا انه بجد بقى اللي هو جماعه ما فيش انعم ولا اطرى ولا ألذ من الطراوه اللي موجوده في شعرنا بجد. بصوا اللمعان اللي موجود فيه، لا ومتسلك وكل حاجه بيرفكت بجد. من اكتر الحركات اللي لما بعملها بحس شعري كده اللي هو ايه، شبع من حمام الكريم وشربه بما فيه كفايه. لا وكمان لسه انا مش هسكت على كده، يعني مش بس كده، احنا هنزود عليه الخطوه اللي جايه، وهي ان احنا هنكمل بقى كميه حمام الكريم بتاعتنا اللي هي تقريبا 15 جرام اللي باقيين، وهنحطها بقى نوزعها وندخلها على الشعر اللي مليان ميه بحمام الكريم ده. نوزعها بقى على كل الشعر، وطبعا مسموح لكم كل الشعر ما عدا الجذور، يعني من اول الروت لغايه الطرف، بس ما تجيبوهوش ناحيه الجذور اللي هو ناحيه الجذور بتاعه الشعرايه. بعد كده بقى بحطه في البرو كاب. لو هتسالوني بستخدمه ازاي، فانا بحطه في الفيشه يسخن، بعد كده بفصله وبحطه على شعري عشان ما يحصلش اي ماس ولا اي مشكله يعني. هنقعد بيه تقريبا نص ساعه في البرو كاب، وبعد كده نشطفه بميه. واهم خطوه وهي الليف ان، والليف ان مهم جدا، هتلاقوا فيديو ليه على اليوتيوب وجمعت لكم ليف ان كتيره بسعر كويس. نيجي لاهم نصايح ممكن بجد تبقوا محتاجينها علشان تحافظوا على الترطيب، تقللوا الهيشان، تقللوا التقصف، تقللوا الفريزي هير عامه، وهي الاهتمام بالصحه. كميه الميه اللي بتدخل جسمنا، الشعر بيبقى محتاج كميه منها، كل ما رطبنا جسمنا وادينا له الميه اللي محتاجها كل ما شعرنا وبشرتنا كانوا مترطبين وما عندهمش اي مشكله. نفس الكلام عن كمية الفيتامينات اللي بتدخل للشعر والبشرة عن طريق العصائر الفريش اللي احنا بنعملها في تحدي 30 يوم، وبجد لو انتوا مش عارفينه يبقى انتوا فايتكم كتير قوي. نفس الكلام ده على كل الاعشاب، كل الاعشاب مهمة عامة. يعني هتلاقوا التحدي دوت في ستوري متثبتة على الانستجرام بتاعي، روحوا بصوا عليه كده بصة هتفهموا احنا بنعمل فيه ايه. بجد بيحسن جدا من ملمس جلد الجسم كله، من البشرة وتقليل الحبوب، وبيحسن من الشعر وبيرطبه. في ناس كتير قوي بتعمله معانا وبيفرق معاهم جدا. كمان هو مش مكلف اي حاجة ولا اي حاجة بتشتروها، هو كلها حاجات انتوا بتبقى موجودة عندكم. نيجي بقى لنصيحة تانية مهمة، وهي قص الاطراف كل 40 يوم او كل شهرين. طب ليه يا جاكلين وايه علاقة الاطراف بالموضوع؟ الاطراف نوع من انواع الجفاف الشديد، بتفضل تطلع 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 وبتعمل زي هيشان كامل في الشعر كله. ساعتها هنرجع نشتكي قد ايه شعرنا بايظ وقد ايه متدهور وعاوزين يا جماعة نرطبه تاني. نصيحة كمان، غسل وتعقيم كل ادوات الشعر. زي ما بقول لكم دايما الشعر الصحي بيجي من فروة صحية، لو الفرش بتاعتنا عليها اي ميكروبات رجعت لشعرنا تاني هنزعل كلنا. اهم حاجة بالنسبة لي الفترة الاخيرة النوم على ستان. الستان من الحاجات اللي بتحافظ على الترطيب بتاع الشعر ومش بتخليه يهش، لانها مش بتمتص الزيوت اللي جواه. خطوة كمان مهمة الليف ان، لسه كنت بقول لكم عليه. الليف ان مهم جدا، ايا يكن سيروم، زيت، كريم، بديل زيت، ايا يكن، هو مهمته ان هو بيغلف الشعرايه وبيحبس الترطيب جواها. وبما انه بيغلفها فهو بجد بيحميها من كل عوامل البيئه، ايا تكن رطوبه، درجه حراره عاليه، مثلا الميه، الشمس، كل الحاجات دي هو بجد بيحميها
كل الحاجات دي اصلا بتعمل هيشان، فهو بيحافظ عليها من الهيشان. حابه افكركم ان الاستمرار على التكنيك دوت هيفرق جدا من صحه شعركم 180 درجه. استمروا عليه فتره طويله وكل مره هتحسوا بفرق. بس كده خلصت، اشوفكم فيديو جديد، يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا. باي باي.